أهلا وسهلا ومرحبا بكم حبيباتي، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا لنهار اليوم راح تكون ماسيدوان بريستيج، راح نقدمها لكم في هادو ليفيرين، وانتم تقدروا تزينوا بها الطاولة نتاعكم، تجي روعة من أروع ما يكون. وقبل ما نبدا في الوصفة حبيباتي نقول لكم ما تنساوش تشرفوني بحضوركم، ديروا لي هذاك الجيم ربي يفرحكم ان شاء الله، ونروحوا مباشرة للوصفة. شوفوا عندي هنايا كاس غير ربع تاع الروز. انا استعملت هذا بسمتي اللي تجي الحبة تاعها طويلة. غادي نشلل هذا الروز واحد زوج خطرات ولا ثلاثة حتى يروح له كامل هذاك النشا. من بعد نضيف زوج كيسان تاع الماء بنفس الكاس اللي عبرت به الروز، ونضيف كمية تاع الجلبان وشوية تاع الملح. نخلي هذاك الروز يطيب في غرضه. ومن جهة واحدة أخرى عندي هنايا زرودية، غادي نقطعها تاني هي مربعات صغار ونخليها تفور. نتوما ديروا حساب أفراد العائلة نتاعكم. بعد ما طيبت هذاك الروز وصفيته وتاني هذه الزرودية طابت يعني فارت، راح نخدم لاصوص. عندي شوية تاع الخل، شوية تاع الملح، شوية تاع الزيت. هاد لاصوص راح نسقي بها هذيك الزرودية يعني باه ما تجينيش صامتة. وهنايا الماسيدوان تاعكم لا بغيتوها تجي بنينه لازم ديروا لها الفينيغرات. انا الفينيغرات راني خدمتها معاكم من قبل في قناتي، الا بغيتو تدخلوا راح نخلي لكم الرابط يعني في صندوق الوصف تحت هذه الوصفه. تلقاوها بالتفصيل تجي بنينه بنينه روعه. بصح انايا في هذا الوقت يعني شريت الفينيغرات ما خدمتهاش باه نكون معاكم صريحه، بصح تلقاو الوصفه قلت لكم بالتفصيل. شوفوا المتبقي من لاصوص زدتها لهذاك الروز، ودروك نعاود نزيد الفينيغرات. شوف بهذه الطريقة. وهنايا الروز يقعد لكم على حبة، يعني انا عاوده اللي ندير المايونيز درت غير هاد الفينيغرات وهذيك لاصوص هذا مكان. نحكم هذيك الزرودية نوزعها على كامل هاد الكؤوس. شوفوا راح ندير طبقة بطبقة. وعندي تاني كمية تاع الكاشير قطعتها هكا مربعات، وكمية تاع الكورنيشو تاني قطعتها دوائر صغار، والذرة، وكمية تاع الزيتون كحل، والطول تاع الزيت والمايونيز. شوفوا نحكم هاد الكورنيشون نديره تاني طبقة ثانية نوزعه كامل على هاد الكؤوس. وتاني عندي الكاشير نديره طبقة ثالثة. نتوما في هاد المرحلة يعني تقدروا تستغناو على أي مكون، ماشي شرط عليكم ديروا كامل هاد المكونات. الا ما عندكمش الكاشير نورمال يعني تقدروا ديروا غير زرودية مع جلبان مع الذرة، يعني اللي كان عندكم ما ديروا به. انا بغيت نجيب لكم تزيين بريستيج ديروا هكا العرضات المناسبات تزينوا به الطاولة نتاعكم. ومام الالوان تشوفوا كيف راح تبان، يعني تبان روعة، العين تاكل قبل الفم. ونزيد دروك طبقة تاع الروز. هنايا الروز كيما درتلهش المايونيز يقعد هكا حبة بحبة، حتى في الآخر كامل نديرله المايونيز. شوفوا نعمر كامل هاد الكؤوس دروك بالروز. ونعاود الطو، هنايا الطو تاني نحيت له كامل هداك الزيت ونديره هكا من الفوق نوزعه كامل. والتزيين يعني يبقى اختياري، انا عطيتكم اللمسه نتاعي وانتوما يعني دو فكره وديروا واش بغيتو. تاني درت هنايا المايونيز في لابوش ونزينها هكا غير من الفوق هذا مكان. حكمت شرائح تاع الفرماج، نجيب كيغدو ندخل فيه حبة تاع زيتون كحل ونطوي هاد الشرائح ونزيد من تحت حبة تاع زيتون خضر. نعاود لكم في كيغدو ندير حبة تاع زيتون كحل، نطوي هاد الشرائح تاع الفرماج شيزي هذا، وندير حبة تاع زيتون خضر من تحت. وهذه هي خواتاتي، يعني ماسيدوان تجي بنينة بنينة روعة. كي تاكلوها غادي تاكلوا كامل المكونات من تحت للفوق.
يعني كامل هاد الطبقات تستبنوهم، وصدقوني تجي روعة. جربوها وزينوا بها الطاولة نتاعكم، وإلا كانت عندكم عرضات يعني حمروا بها وجوهكم. وهذه يا خواتاتي ما عليا نقولكم حبيبة قلبي، ان شاء الله هاد الوصفة عجبتكم ونالت رضاكم، وتاني نتوما تاني ما تنساونيش بالجيم والكومونتير، وما عليا نقولكم تهلاو في رواحكم وفي امان الله والى اللقاء.